يوم 17 ديسمبر سنة 2024 الساعة 5 الفجر بيتاكل الحارس اف إيرسكلوف وهو حي وصاحي من 3 أسود أفريقيين ضخام جدا في فيديو كان هو اللي بيصوره بنفسه. اف إيرسكلوف صاحب ال 44 سنة هو حارس بيت الأسود في حديقة حيوان لايون بارك في بارك نت في دولة أوزبكستان. الراجل ده بقاله 10 سنين شغال في الحديقة وبيتعامل مع الأسود الأفريقية الضخمة وكمان الأسود الآسيوية. في اليوم ده بقى كان اف عنده وردية بالليل وتحديدا من الساعة 10 بالليل للساعة 6 الصبح، وقبل ما يمشي بساعة واحدة بس يعني الساعة 5 الفجر المعلم ده بقى عمل حاجة غريبة وعجيبة جدا. اف كان لسه متعرف على واحدة جديدة وحب انه يتمنظر عليها ويبهرها ويفرجها ازاي بيتعامل مع الاسود في شغله وبيقعد معاهم كمان. وفعلا راح داخل للمنطقة المقفولة في الحديقة وتحديدا بقى القفص فيه 3 أسود بالغين ضخام جدا، وراح مطلع موبايله من جيبه علشان يصور نفسه مع الأسود ال3 وبعد كده يبعته لصاحبته ويفرجها هو ازاي شجاع وما بيخافش. الفيديو اللي لقوه على موبايل اف بيبين لحظة دخوله وهو بيفتح القفص اللي كان مقفول بقفل كبير. اف اول ما دخل الاسود ما كانتش متضايقه منه او حتى مستغربين وجوده، وفضلوا قاعدين شويه وبعد كده راحوا قاموا فجاه، وبدل ما ينقضوا عليه او يهاجموه قربوا منه كانهم اصحابه ومربيهم من وهم اشبال، وده طبعا مش حقيقي. وكان ظاهر في الفيديو صوت اف وهو بينادي على اسد منهم اسمه سيمبا عشان يلعب معاه، وراح مقرب منه وقعد يحسس له على لبدته، ولا مؤاخذه لعب له فيها يعني لبدته. سيمبا سيمبا تيخا سيمبا سيمبا تيخا سيمبا جيم جيم سيمبا سيمبا تيخا. وراح قالب الكاميرا الأمامية على وشه علشان يأكد لصاحبته إن هو اللي بيعمل كده وإن ده مش شغل AI والحركات الأونطة دي. بس فجأة بقى وفي لمح البصر الأسود هاجت وصالت وجالت في القفص، والحارس بقى بينادي عليهم ويقول لهم اهدوا وابعدوا. تيخا 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 سيمبا سيمبا. بس الأسود بقى كانوا بيقربوا أكتر وأكتر وهاجوا بالزاف وبالتحديد الأسد سيمبا. وصوت الحارس اللي كان في الأول هادي وفرحان اتحول لصوت مذعور وخايف وبقى بيزعق بصوت عالي وقعد يقول سيمبا اسكت، سيمبا ابعد. سيمبا تيخا 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 سيمبا سيمبا. الأسود ال3 بدأوا يهاجموا اف لحد ما فجأة الفيديو اتقفل وهو بيصرخ وبيتوجع، ومن غير ما الحارس يعرف هو في اللحظات دي كان بيوثق وبيصور لحظاته الأخيرة ووفاته بالكاميرا من غير ما يقصد أو حتى يحس. وعلى ما وصل المسؤولين لمكان الحادث كانت الأسود ال3 أكلوا اف إيرسكلوف فعلا، وللأسف التهموا أجزاء كاملة وكبيرة من جثته بما فيهم بطنه بالكامل ورجليه وإيديه. في نفس اليوم بقى الشرطة طلعت بيان لوسائل الإعلام المحلية وشرحت فيه اللي حصل بالظبط، وقالوا إن الحارس دخل لقفص الأسود بكامل إرادته علشان يصور فيديو معاهم، وإن التصوير ده وتحديدا بقى الفلاش بتاع الموبايل هو اللي وترهم وضايقهم، واحتمال كبير يكون هو ده السبب الرئيسي في إنهم يهجموا على الحارس ويقتلوه وياكلوه، خصوصا إنه دخلهم في وقت بدري جدا كانوا مرتاحين وهاديين ونايمين فيه. الشرطة كمان قالوا انهم خدروا 2 من الاسود لان دول هم بس اللي بعدوا عن الجثة عكس الاسد سيمبا الاسد الثالث. سيمبا كان رافض انه يبعد عن الجثة وفضل مكمل اكل فيها، عشان كده الشرطة اطلقوا النار عليه ووقعوه هو في مكانه. ودي مش أول مرة يموت فيها حارس بيت أسد في حديقة حيوان بعد ما الأسود بتهجم عليه، لأن في نفس السنة في شهر سبتمبر سنة 2024 في دولة نيجيريا في قارة أفريقيا بيموت وبيتاكل دراع مدرب الأسود بابا جي دوالي وهو بيقدم وجبة الغداء للأسد الذكر في قفصه. بس عموما احنا هنا نتمنى ان الحوادث دي تكون الأخيرة وربنا يسترها على الجميع. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من اوعى الوحوش تبقلشك. صديق الإنسان الجميل الحبوب، لو جاتلك الفرصة تتصور مع أسد ذكر بالغ وكبير علشان تبهر حد، ومش شرط يعني إنها تكون أنثى أو واحدة اللي هتبهرها، هل بقى ممكن تخاطر بحياتك وتتصور وتدخل لأسد كبير وتعملها ولا لأ؟ اكتب لنا تحت في التعليقات بمنتهى الصراحة.
وكالعادة اكتر كومنت هيجيب لايكات ويكون واقعي وبيضحكنا هنعرضه معانا في الحلقة الجاية. ودول اكتر كومنتات ضحكونا الحلقة اللي فاتت لما قلنا لو كنت انت اللي مكان خطيب البت دي اللي فتحت باب العربية ونزلت وسط النمور، يا ترى بقى كنت هتفتح الباب وتنزل تجري وراها علشان تنقذها وتقف قصاد نمر، ولا هتسيبها تغور في 60 داهية؟ وده اجمل كومنت ما يكونش ليه علاقة بالحلقة ونعرضه هنا معانا. قولوا اللهم امين يا رب العالمين. وان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बैठे रहो नहीं काटेगा नहीं काटेगा पापा है तो नहीं काटेगा नहीं वो डर को उठाओ ना कटी